بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشاء ربي أن ألتقي معكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تطبيقات الجيوماتكس. موضوعنا النهاردة أو موضوع الحلقة بتاعتنا العنوان هيكون أخطاء شائعة في العمل الحقلي المساحي باستخدام الجي بي اس. وفي موضوع فرع بين قوسين كده هوت زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، جبتها ساتلايت. هنشوف الكلام ده معناه ايه وايه الغلط اللي فيه وايه اللي بيحصل اما الناس تيجي تشتغل بجي بي اس وما يكونوش فاهمين اساسيات المساحة او اساسيات الجي بي اس. جبتها ساتلايت يعني ايه؟ جالي استفسار من واحد من الاصدقاء من خلال الانترنت، بيقول لي ان هو بيشتغل في مشروع ولقى فيه مشاكل وفروقات في شغل الجي بي اس وصلت معاه الى متر او مترين. طبعا انا بتكلمش على شخص معين، انا بتكلم على الوضع العام، لان ده ممكن يتكرر مع اي حد او مع ناس كتيرة جدا. فسؤالي الاولاني، طيب بقول له احداثات النقطة اللي انت بدأت عليها، النقطة الثابتة او النقط الثابتة اللي انت بدأت فيها المشروع، جبتها ازاي؟ قال لي جبتها ساتلايت. انا تخيلت ان جبتها ساتلايت دي حاجة جديدة، تكنيك جديد. فقلت له طيب يعني ايه جبتها ساتلايت؟ قول لي انت عملت ايه. قال انا وقفت بالجهاز الجي بي اس بتاعي 3-4 ثواني، باخد الاحداثات من على الشاشة، يبقى هي دي النقطة بتاعتي، اروح عند نقطة تانية اكرر نفس الحكاية، عملت كذا نقطة في المشروع وبدأت اشتغل. تقف 3-4 ثواني على نقطة وتجيب احداثياتها وتقول ان النقطة دي خلاص جبت لها احداثيات دقيقة واقدر اشتغل منها. النتيجة زي ما هو بيقول انه بعد كام يوم كان الشركة بدأت تشتغل في الاعمال الانشائية بناء على النقط اللي هو وقعها. اكتشفوا ان هو كل النقط ديت في مكانها مش مظبوط، وكل الانشاءات اللي عملوها هتتهد من اول وجديد. طبعا للأسف يعني ان الشركة هتدفع الثمن دوت، بس ده ثمن ان هي من البداية اشتغلت مع واحد مش متخصص في علم المساحة او ما عندوش خبرة كبيرة بشغل المساحة. وبتكلم على خبرة، مش خبرة نظرية، مش خبرة عملية، لكن خبرة يعني ايه علم المساحة زي ما هنشوف بعد كده هوت. فده بس مصطلح جبتها ساتلايت اللي انا حاطه في العنوان. للمرة المليون بعد 35 سنة قضيتهم في مجال المساحة من ساعة ما اتخرجت في 85، بكرر نفس الكلام ده تاني، وده جرس انذار لكل الناس. المساحة هي علم وليس مجرد تكنولوجي. يعني ايه علم؟ زي ما علمونا في بداية الثمانينات ساعة ما دخلت الكلية، كلمة علم معناها ان ليه اساس نظري، وبعد كده هوت ليه خبرة عملية بالأجهزة وطرق الرصد اللي أنا بشتغل فيها. لكن زي ما شايفين كده هوت علامة زائد، أساس نظري زائد خبرة عملية، ما ينفعش واحد منهم لوحده. فالمساحة هي علم وليس مجرد دورة تدريبية. بقول الكلام دوت لكل الخريجين أو شباب الخريجين النهاردة، سواء من كليات الهندسة أو من كليات الآداب أو من معاهد المساحة، اللي أنا يعني حسوا في الفترة الأخيرة كام سنة الأخيرة إن الكل بيركز على الأجهزة. أنا عاوز أشتغل على الجهاز، عاوز أتعلم توتال ستيشن، عاوز أتعلم جي بي إس، وبعد شوية نقول عاوز أتعلم كمان ليزر سكانر، عاوز أتعلم موبايل مابينج سيستم. كله بيركز على الأجهزة. ممكن يبقى واحد لسه متخرج ويروح ياخد دورة تدريبية وأبدأ أشتغل بجي بي إس، وربما الدورة التدريبية اللي هو خدها كمان خدها من ناس مش متخصصين، لأن سوق الدورات التدريبية في مصر كمان بقى يعني عملية سيئة جدا. ناس مش متخصصين وبيعملوا دورات تدريبية ويقول لك دبلومة في المساحة ومش عارف ايه والكلام ده. فبالتالي ده النتيجة بتاعته اللي بيحصل في الكام سنة الأخيرة. الشغل بيطلع غلط، نتائج بتطلع غلط، وشركات هتبدأ تخسر، لأنه ما بيتعاونش او ما بيشغلش واحد فاهم مساحة. مساحة معناها اساس نظري زائد خبرة بالاجهزة، مش خبرة بالاجهزة فقط لا غير. طيب نبدأ للمشكلة
اللي احنا هنتكلم فيها هما بالظبط كده. انا هتعرض الى 3 مشاكل اصبحوا شائعين في العمل المساحي بالجي بي اس. اول مشكلة منهم ازاي اعمل ثوابت في بداية العمل في المشروع. بس لازم الاول اقتنع بالفكرة. النقط الثابتة ما هياش حاجة مكملة او حاجة اقدر استغنى عنها، ما هواش اوبشن اعمله ولا ما اعملوش، اخده ولا ما اخدوش، لا ده اساس في شغل المساحة كلها وشغل الجي بي اس بالذات. ازاي اعمل النقط الثابتة دي هي اللي بتعمل لي بعد كده المرجع المكاني ونظام الاحداثات اللي انا هشتغل عليه في كل المشروع. النقط الثابتة هي اللي بنسب ليها بعد كده هو كل الشغل الرفع المساحي اللي انا هعمله مع بعض، عشان يكون كل شغلي متكامل في اطار واحد او على مرجع واحد. حتى بعد كده لو انا مش هكمل شغل جي بي اس وهشتغل توتال ستيشن، فبرضه النقط الثابتة دي هي العامل المشترك ما بين كل شغل المساحة اللي بيحصل في المشروع. فمهمة جدا 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 زي ما كلنا اتعلمنا في اولى مساحة. ما ينفعش ابدأ مشروع من غير ما يكون عندي كنترول بوينت او نقط ثوابت. طيب وهو في طريقة واحدة عشان اعمل نقط الثوابت او شبكة الثوابت؟ لا، في طرق كتيرة جدا. احنا المحاضرة بتاعتنا بنتكلم على الجي بي اس بس، ففي طرق كتيرة في الجي بي اس. يعني نوت لو انت شايف على الشاشة هتكلم على 7 طرق باختصار. كل طريقة فيهم ليها مميزات وبرضه ليها عيوب ولها تكلفة. بعض الطرق مجانية وبعض الطرق بفلوس. فالمفترض ان انا ابقى عارف كل الطرق دي عشان اقدر اختار بعد كده هو ايه احسن طريقة في المشروع بتاعي او في الوقت اللي انا بشتغل فيه. تعالوا مع بعض نتكلم على الطرق دي بسرعة. الطريقة التقليدية اللي كلنا عارفينها ان انا اشتغل استاتيك او طريقة الرصد الثابت واربط شغلي على شبكة قومية. يعني في شبكة في البلد بتاعتي، لو بنتكلم على مصر مثلا شبكة الهرن اللي موجودة في مصر، يبقى انا هقف بالجهاز بتاعي عند نقطة عندي، وفي نفس الوقت ببعت جهاز تاني يقف على نقطة من نقط الهرن، واسيب الجهازين يشتغلوا مع بعض في الطريقة الاستاتيك او الرصد الثابت لفترة معينة، نقول مثلا ساعة. يبقى نوت بحتاج جهازين. بس قبل ما احتاج الجهازين لازم اكون عارف نقطة من نقط الشبكة ديت، شبكة الهرن مثلا في مصر، عارف مكانها وعارف احداثياتها. يعني لما اجي اشتغل في البروسيسنج او معالجة البيانات بعد كده لازم ادخل احداثيات النقطة الثابتة اللي انا بدأت منها. بعد كده هو انا بعمل معالجة الارصاد، يبقى النقطة الثابتة ادخل احداثياتها، وفترة الرصد ساعة هنا وساعة هنا اهوت. البرنامج هيشتغل بتاعي هيجيب لي احداثيات دقيقة للنقطة الجديدة اللي انا عملتها. طيب هل انا محتاج نقطة واحدة بس في المشروع؟ لو انت هتشتغل جي بي اس ممكن نقطة واحدة ثابتة في المشروع تكفيك. لكن لو انت هتشتغل جي بي اس وهتشتغل بعد كده توتال ستيشن في رفع بعض النقط، يبقى لا، التوتال ستيشن عاوز نقطتين عشان الجهاز هيحتل نقطة ويوجه على نقطة. يبقى بنفس الطريقة ديت لو انا معايا جهازين، يبقى بعد ما اخلص النقطة الثابتة الاولانية انقلها للنقطة الثابتة التانية، ما يزال الجهاز بتاعي على نقطة الهرن شغال، يبقى عملت خط تاني وبالتالي اكرر نفس الحكاية، احسب احداث النقطة التانية. يبقى كده بقى عندي نقطتين ثوابت في المشروع بتاعي عشان اقدر اكمل جي بي اس بعد كده او اقدر اكمل توتال ستيشن. طيب يبقى عيب الحكاية دي او الطريقة ديت ان انا عاوزة جهازين جي بي اس بس، يعني مش هشتغل بجهاز واحد، انا عاوز جهازين، لكن مفيش اي تكلفة تانية. الدقة بتاعتها ممكن اوصل الى سنتيمترات، واحيانا اقدر اوصل الى مليمترات على حسب طول المسافة من المشروع بتاعي لغاية النقطة الثابتة في شبكة الهرن، ووقفت اشتغل قد ايه، ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات وهكذا. يبقى الدقة بتاعتي بضمن السنتي واحيانا بوصل للمليمتر. يبقى دي اول طريقة اللي هي الطريقة التقليدية الاستاتيك العادية مع الربط على نقطة على شبكة ثوابت قومية. الطريقة التانية ان انا هستقبل تصحيحات من شبكة الثوابت ديت. يعني ايه؟ يعني هشتغل بجهاز واحد بس،
يبقى جهازي في الموقع بيستقبل اشارات الجي بي اس، لكن في نفس اللحظه بيستقبل اشارات جاياله من شبكه ثوابت شغاله 24 ساعه بتبعت له التصحيح بتاعه، وبالتالي في نفس اللحظه اقدر اطلع احداثيات النقطه الجديده بتاعتي بدقه كويسه سنتيمترات مثلا. بس الشبكات ديت اللي بتعمل التصحيح اللحظي دوت مش موجوده في كل الاماكن. يعني مثلا في السعوديه موجوده شبكه في جده، وموجوده شبكه في مكه، في دوله الامارات في شبكه شغاله في ابو ظبي، وهكذا. في معظم الدول النهارده في شبكات قوميه بتشتغل، اللي هي بنسميها الكورس نتورك، بتشتغل 24 ساعه وبتبعت تصحيحات غالبا من خلال الموبايل او شريحه موبايل بتحط في الجهاز، ويبقى في موقع على الانترنت بيقدر اتعامل معاه. هل الشبكات دي مجانا ولا لا؟ انا ما اعرفش صراحه، بس دي طريقه موجوده، وفي دول كتيره جدا دول عربيه بنستخدمها وبنقدر نشتغل بسرعه، لان الطريقه ديت ميزتها ان انا بشتغل بجهاز واحد، اقف على النقطه بتاعتي يمكن 5-6 دقائق ولا حاجه، اقدر اجيب احداث النقطه اللي انا واقف عليها سنتيمترات. طب لو انا ما عنديش، والحاله اللي موجوده عندنا في مصر، صحيح احنا عندنا شبكه كورس او continuously operating reference station اللي هي اختصارا كورس. شبكه كورس مكونه من 24 محطه، والمحطات دي كلها شغاله 24 ساعه في اليوم، لكن ما بتبعتش تصحيحات ريل تايم او لحظيا لغايه دلوقتي، لغايه ما تشتغل بعد كده ان شاء الله رب العالمين. طب هل اقدر استفيد بيها؟ طبعا، برضه هقف بجهاز واحد في المشروع بتاعي، بس هقف في الوضع استاتيك لفتره معينه، نقول مثلا ساعه، ان كان عندي نقطه واحده ولا اكتر من نقطه، كل نقطه هقف عليها لفتره معينه. بعد كده هو احمل الارصاد بالجهاز دوت، الرو داتا، الارصاد الخام اللي انا جبتها، واخدها على فلاشه واروح الى الاداره العامه للجيوديسيا في هيئه المساحه في الدقي، واديهم الفلاشه دي الارصاد بتاعتي. هو بياخد الارصاد وبيربطها على اقرب نقطه من النقط الكورس اللي شغاله، ويجيب لي احداثيات النقط الجديده بتاعتي. طبعا ده مقابل مادي، انا ما اعرفش قد ايه، بس ده بديل من البدائل اللي موجوده النهارده. برضو غالبا الدقه هنا بتبقى في حدود سنتيمترات على حسب المشروع بتاعي واقع فين من اقرب نقطه ليه في شبكه الكورس اللي موجوده قدامنا على الشاشه. تقريبا هي مغطيه النيل والدلتا كلها، بس مش موجوده لا في الصحراء الشرقيه ولا في الصحراء الغربيه. يبقى على حسب البعد او المسافه اللي ما بين الموقع بتاعي واقرب نقطه، وعلى حسب فتره الرصد اللي انا وقفت بيها بالاجهزه بتاعتي في الموقع بتاعي. لكن بديل موجود، ده البديل الثالث اللي موجود عشان اعمل نقطه ثابته في مشروع بتاعي. البديل الرابع بقى لو انا ما عنديش الكلام ده خالص، طيب هربط على برضو شبكه ثوابت، لكن شبكه ثوابت عالميه. في شبكه الاي جي اس العالميه موجوده كلها، يمكن حوالي 300 او 400 نقطه على مستوى العالم. اقدر ان انا ادخل على موقع الاي جي اس واختار اقرب نقطه ليا، واعمل داونلود للرو داتا بتاعتها. يعني كما لو كنت بعت الجهاز بتاعي وقف عليها مثلا لمده ساعه ولا ساعتين، اقدر اعمل داونلود لارصاد ل 24 ساعه في اليوم دوت للمحطه ديت، اقرب محطه ليا. بعد كده هروح في المشروع بتاعي، عاوز نقطه، عاوز نقطتين، عاوز 3، كل نقطه منهم اقف عليها في الوضع الاستاتيك مثلا لمده ساعه او ساعتين، ويبقى عندي في البرنامج بتاعي الرو داتا اللي جايه من عندي زائد الرو داتا اللي جايه من النقطه الثابته بتاعت محطه الاي جي اس. محطه الاي جي اس انا عارف احداثياتها، عارف الاكس والواي والزد بتاعتها، اعمل بروسيسنج، اشغل البرنامج بتاعي، بعتبر ان نقطه الاي جي اس هي النقطه الثابته اللي انا هربط عليها. طيب ده محتاج بقى بروسيسنج، ويكون عندي سوفت وير، ويكون عندي خبره بس في المعالجه. مش اي حد بتاع جي بي اس هيشتغل على طول، ما هواش جهاز، لكن لازم كمان خبره بالسوفت وير اللي معايا. لو انا خبير في الحته ديت بعمل خطوه اضافيه، اللي هي ان انا ازاي اجيب البرسايس اوربت او المدارات الدقيقه لارصاد الاقمار الصناعيه برضو من موقع الاي جي اس، واستخدمها في الحسابات بتاعتي بحيث ان انا ازود الدقه بتاعتي. يبقى دي طريقه مجانيه ما بدفعش فيها اي فلوس، وبشتغل بجهاز واحد. لكن من احد عيوبها ان نقطه الاي جي اس لازم
اما اجي اجيب احداثياتها، لازم اعرف احداثياتها في النظام المرجعي الاي تي ار اف بتاع الدوله بتاعتي، مثلا بتاع مصر وبتاع المملكه ولا بتاع اي حد. ومش هنتكلم في المحاضره دي على ايه هو النظام الاطار المرجعي دوت، لان في محاضره كامله كانت على هذا الموضوع، واللينك بتاعها امامكم على الشاشه. يبقى دي الطريقه الرابعه. الطريقه الخامسه ان انا بقى، طب لو انا ما عنديش خبره في حسابات الجي بي اس البروسيسنج، صحيح انا معايا جهاز وبروح اقف وارصد النقطه بتاعتي ستاتيك في الموقع واقف عليه مثلا لمده ساعه او ساعتين، بس ما عنديش فكره البرنامج والسوفت وير والبريسايز اوربت والكلام دوت. فواحد من البدائل ان في محطات في مواقع عالميه للحسابات، يبقى ببعت له الرو داتا اللي جايه من الجهاز بتاعي في الموقع، هو اللي بيعمل لي عمليه الحسابات على نقطه الاي جي اس، ويبعت لي النتيجه بتاعته على الايميل، الاكس والاي والزد للنقطه او النقط اللي انا عملتهم. برضو ليها مميزات، ان انا ما عنديش خبره بالسوفت وير بتاع جي بي اس، تقدر توصلني لدقه برضو سنتيمترات على حسب برضو في طول فتره الرصد اللي انا وقفتها على النقطه بتاعتي. لكن ممكن اقول ان من عيوبها ان النتائج بتاعته ما اعرفش هو حسبها ازاي ولا عمل فيها ايه، ما عنديش تفاصيل. هو بيبعت لي الاحداثيات مباشره للنقطه الجديده، والاحداثيات اللي هو بيبعتها لي الموقع دي او اي موقع من المواقع العالميه دي بتكون على احدث اي تي ار اف، احدث اطار مرجعي. فممكن اكون محتاج الاي تي ار اف دوت احدث واحد، ما هواش اللي انا بشتغل عليه في مصر مثلا، فبالتالي فيه هيبقى فروقات في الاحداثيات. في مصر عندنا بتوصل الفروقات دي 40 الى 60 سنتي، يعني الدقة بتكون سنتيمترات، لكن في شيفت بيبقى من 40 ل 60 سنتي، ناتج ان هو النتائج اللي جايه لي على احدث اي تي ار اف، بينما انا في دولتي ما بشتغلش على احدث واحد، بشتغل على نظام قديم. يبقى دي الطريقه الخامسه. الطريقه السادسه بقى ان انا هستقبل تصحيحات لحظيه بس بفلوس من شبكه عالميه. يعني برضو محتاج جهاز واحد، يبقى وانا في المشروع بتاعي في الموقع بتاعي عاوز جهاز جي بي اس واحد، ومش عاوز بيز ستيشن اربط عليها ولا اي حاجه. الجهاز بتاعي هيستقبل اشارات الجي بي اس، وفي نفس اللحظه هيستقبل تصحيحات جايه له برضو من قمر صناعي، لكن اقمار خاصه بكل شركه من شركات المساحه. يعني مثلا شركه تريمبل عندها الخدمه دي، شركه لايكا عندها الخدمه دي. هو عنده قمر صناعي بتاعه بيقدر يبعت التصحيحات لاي مكان على الارض. يبقى انا الجهاز بتاعي هيستقبل اشارات الجي بي اس، وهيستقبل الكوريكشن اللي جايه له من القمر دوت، فبالتالي هيقدر يصحح الاشارات بتاعته ويجيب لي دقه كويسه. لكن طبعا طريقه سهله وممتازه واشتغل بجهاز واحد واجيب الاحداثي في نفس اللحظه، لكن بفلوس. كل خدمه الشركات دي مش عامله الاقمار الصناعيه والخدمه ديت ببلاش، فلازم اكون مشترك في هذه الخدمه. قيمة الاشتراك بقى بتختلف من شركة للتانية، وبتختلف عاوز تشترك لمدة شهر ولا 3 شهور ولا 6 شهور ولا سنة. الدقة اللي انت عاوزها، هل عاوز دقة 5 سنتي ولا 10 سنتي ولا 25 سنتي، كل دي متغيرات في هذا الموضوع. لكن دي طريقة سهلة وموجودة ومحدش يقدر يعمل كنترول عليها، لان التصحيحات اللي جايه لي من قمر صناعي، لا هي من شركه من شبكه محليه ولا اي حاجه، لا ده قمر صناعي محدش يقدر يتحكم فيه. لكن برضو واحد من العيوب موضوع الاي تي ار اف، هل هو الجديد ولا موجود في الدوله بتاعتي، الفروقات اقدر اعملها ازاي. وبرضو مره تانية شرح الاي تي ار اف كان موجود في محاضره سابقه قبل كده. يبقى دول كده اتكلمنا على 6 طرق اقدر اعمل بيهم نقط ثوابت جي بي اس. الطريقه السابعه بقى اللي انا سميتها في الاول جبتها ساتلايت. هو مصطلح الناس طلعته، لكن علميا الطريقه دي اسمها التحديد الدقيق للنقطه، بريسايز بوينت بوزيشننج، او بنختصرها ال3 بي او التريبل بي. الفكره بتاعتها ان انا برضه هشتغل بجهاز واحد، لكن السوفت وير اللي موجود على الجهاز هو بيحاول بقدر الامكان يعالج كل الاخطاء اللي موجوده في اشارات الاقمار الصناعيه
بطريقه رياضيه، بحيث ان الاحداثيات اللي تطلع لي على الشاشه بدون ربط على بيز او على نقطه ثوابت تكون دقيقه وكويسه. انا مش هكلم، انا اتكلمت قبل كده في النقطه ديت، لكن برضو السنه اللي فاتت جه خبير كرواتي بروفيسور باتشيك في ديسمبر 2019، كان جاي في زياره لكليه الهندسه بشبرا، وعمل محاضره كامله عن الموضوع دوت اللي هو النظم العالميه للملاحه بالاقمار الصناعيه. ومن ضمن المحاضره بتاعته كان بيتكلم برضو على التريبل بي، الطريقه دي ودقتها قد ايه. وانا واخد الرسمه ديت من عنده من المحاضره بتاعته، والمحاضره بتاعته على فكره انا شرحتها بالعربي في اللينك ده. لكن تعال نبص على الدقه. اول ما بيبدا الطريقه دي، انا بشتغل بجهاز واحد، اول ما ببدا الدقه بتاعتي بتبقى في حدود 2 متر. لو انا فضلت واقف في الرصد الثابت او في الوضع الثابت، هتبدا الدقه بعد شويه تنزل تنزل تنزل، ممكن لغايه مثلا ساعه يقدر يديني دقه في حدود المتر. يبقى البدايه ان انا اول ما ببدا الجهاز بتبدا الدقه بتاعتي في حدود ال 2 متر. يعني لو وقفت 3-4 ثواني وخدت الاحداث اللي موجود على شاشه الجهاز، هتكون دقته 2 متر. هي دي اللي احنا سميناها جبتها ساتلايت. هقف ستاتيك بالنقطه بتاعتي، فاضل واقف لمده مش اقل من نص ساعه، ممكن اوصل لدقه 1 متر. عاوز اوصل لدقه 1 سنتي في الاحداثي دوت، يبقى لازم افضل واقف ستاتيك مش اقل من 10 ساعات. يبقى طريقة علمية، لكن ما زالت محتاجة تتطور شوية بشوية. دقتها النهاردة احنا بنتكلم على اقدر اوصل لدقة المتر لو انا وقفت نص ساعة. وده على فكرة اللي بيقولوا هي المشكلة، هي ان الطريقة دي اصبحت موجودة في كل اجهزة الجي بي اس من كل الموديلات، ومحدش بيقرا الكتالوج. ان الكتالوج بيقول لك ان الطريقه ديت بتوصل للسب متر اكيورسي اللي هو اقل من المتر بعد ما اقف ستاتيك لمده لا تقل عن 30 دقيقه، يعني نص ساعه. فبالتالي كتالوج الجهاز بيقول لك الكلام ده. لو انت نزلت في موقع وما عندكش اي نقط كنترول او ثوابت تقدر تربط عليها، احنا بنديك الحل الاخير. اقف بالجهاز بتاعك في اي نقطه في الموقع، بس اقف لمده نص ساعه. الجهاز والسوفت وير اللي موجود عليه يقدر يجيب لك النقطة دي احداثياتها اقل من 1 متر اللي هو السب متر اكيورسي. فبالتالي ما بقدرش استخدمها الا حل اخير لو انا كل ال6 طرق اللي فاتوا مش قادر اعملهم، ما عنديش امكانية ان انا انفذه. لان زي ما احنا شايفين كده من ناحية الدقة هي اسوأ طريقة. ده بيديني المتر 1 متر في المساحة، ما فيش دقة المتر ديت. دقة المتر دي في اعمال الاستكشاف او اي حاجة، لكن في شغل المساحة، في شغل الجي بي اس، دقة 1 متر يعني الخطأ بتاعي في النقطة اللي انا هشتغل عليها وهبني عليها المشروع يبقى زائد او ناقص 1 متر، دي مصيبة. عشان كده جبتها ساتلايت دي ما تنفعش، ما ينفعش في شغل المساحة. المساحة معناها دقة، معناها عاوز احط هيكل ابني عليه الشغل بتاعي. ما ينفعش ان الهيكل اللي انا هبني عليه الشغل يبقى يحتمل خطأ زائد او ناقص 1 متر. يبقى النقطة الاولانية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة او اول مشكلة، خلاصتها بقى ملخص بتاع اللي احنا قلناه في الفترة اللي فاتت. انشاء نقط ثوابت لازم اكون انا مقتنع باهمية هذا الموضوع، ما هواش اوبشن اعمله ولا ما اعملوش في بداية المشروع، لا ده لازم. في عندي 6 أو 7 طرق اللي اتكلمنا عليهم، لازم اكون دارسهم لان كل واحدة ليها مميزات، ليها عيوب، ليها تكلفة، واشوف انسب واحدة اقدر اشتغل عليها في المشروع بتاعي. لو انا هشتغل كل مشروع بالجي بي اس يبقى انا عاوز نقطة ثابتة، نقطة ثوابت واحدة بس. لو انا هكمل بعد كده توتال ستيشن يبقى انا عاوز نقطتين. والنقطة الأخيرة برضو اللي بدأنا بيها المحاضرة، إن علم المساحة برضو أساس نظري زائد خبرة عملية. ما ينفعش إن أنا عندي خبرة بس ومش فاهم الأساس النظري وأقول أنا عاوز أشتغل مساحة. دي المشكلة الأولانية.
المشكله الثانيه برضو اللي اصبحت شائعه في العمل المساحي بالجي بي اس، تغيير نوع الاحداثيات. يعني الجي بي اس اللي هو بيطلعه لي مباشره بيديني احداثيات ثلاثيه الابعاد، يا اما فاي ولامدا واتش، يا اما اكس وواي وزد. على مين؟ على المرجع العالمي WGS 84. ده المنتج اللي طالع من جي بي اس، من الجهاز او من السوفت وير بعد ما انا خلصت الحسابات بتاعتي. غالبا ببقى محتاج حاجتين، ربما ان انا احتاج المرجع احوله. يعني انا في دولتي ما بشتغلش على WGS 84. يعني مثلا في مصر كلنا بنشتغل على هيلمرت 1906، ده المرجع بتاع الخرائط بتاعتنا. يبقى اول خطوه محتاج احول الاحداثيات بتاعتي بدل ما هي على WGS 84 الى هيلمرت 1906. طب احولهم ازاي؟ محتاج ان انا اعرف عناصر التحويل ما بين المرجعين دول. واحد يقول لي طب ما خلاص، ما كل برامج الجي بي اس فيها عناصر تحويل ما بين الدبليو جي اس 84 واي مرجع في كل دول العالم اللي بتشتغل جي بي اس. العناصر دي موجوده، لكنها وقلنا الكلام ده اكتر من مره عناصر غير دقيقه، يعني الدقه بتاعتها في حدود زائد او ناقص 5 متر، فما تعتمدش عليها. ما تقولش ان السوفت وير بتاعي هيحول وهيديني احداثيات على هيلمرت مباشره. في دول بتنشر العناصر بتاعتها زي المملكه العربيه السعوديه والامارات وفي دول ما بتنشرش العناصر ديت اللي هي بتشتغل عليها. يبقى محتاج ان انا ادور على العناصر ديت في الناس اللي عملت بحوث في هذا الموضوع. ده لو انا عاوز اغير المرجع. طب لو انا هشتغل على WGS 84 مش عاوز اغير مرجع، يبقى محتاج بعمل حاجه بعد كده اللي هي اسقاط الخرائط، الماب بروجيكشن. ازاي احول الاكس والواي والزد ثلاثي الابعاد ده الى ايست ونورث، شماليات وشرقيات. دي ما فيهاش اي مشكله واي سوفت وير يقدر يعملها طالما ان مش هتغير المرجع. ماب بروجيكشن ما فيهاش اي مشكله، لان كل انواع الاسقاط هي معادلات رياضيه مش محتاجه عناصر ولا اي حاجه. كل نظام اسقاط خرائط مستخدم في العالم كله البارامتر بتاعته او العناصر بتاعته معلومه في الكتب. يعني عاوز احول الى UTM ماشي، عاوز احول الى ETM بتاع مصر ماشي، عاوز احمل MTM بتاع مصر برضو ماشي. عناصر الاسقاط ذات نفسه او تعريف نوع الاسقاط دي معلومات ما فيهاش اي مشكله وموجوده في اي برنامج من برامج الجي بي اس. يبقى المشكله بتاعتي بس لو انا عاوز احول الديتم او تحويل المرجع. طيب برضو اما باجي اتكلم مع الناس يقول لك يا عم دي بحوث وبتاع ومش عارف انا عاوز حاجه حل عملي. وانا ما بعملش دكتوراه ولا ماجستير ولا اي حاجه، انا عاوز احلها ازاي. طب يا عم تعالى نحلها ازاي. كل البرامج اللي بتشتغل جي بي اس بروسيسنج عندها بديل لحل المشكله ديت، بس بديل عاوز خطوات شويه. اقول لك طيب اول حاجه دور لي على 4 نقط تكون انت عارف احداثاتهم في المرجع المحلي بتاعك. يعني نقط مثلا جايه بالتوتال ستيشن. يعني لو انا مثلا بتكلم على مصر مرجع الاي تي ام على هيلمرت 1906. طيب شوف لي في المنطقه بتاعتك 4 نقط معلومين في النظام القديم وروح ارصدهم جي بي اس. اي طريقه من الطرق اللي احنا ال6 اللي احنا اتكلمنا عليهم ولا ال7، روح ارصد نفس النقط دي. اذا هيصبح عندك بعد كده النقط دي عارف احداثاتهم في النظام القديم وعارف احداثاتهم في الدبليو جي اس 84 بتاع الجي بي اس. فالسوفت وير ذات نفسه هيقدر يحسب لك عناصر تحويل ما بين النظامين دول للمنطقه الصغيره ديت، وبالتالي هيحسبهم ويحطهم جوه الجهاز بتاعه. يبقى اي نقطه بعد كده هترصدها جي بي اس هو هيستخدم العناصر اللي هو حسبها ويجيب لك مباشره احداثياتها في المرجع الجديد. يعني اي نقطه بعد كده ارصدها جي بي اس بعد ما اخلص الشغلانه ديت، اي نقطه جديده هيديني احداثياتها دبليو جي اس 84 وهيديني الايست والنورث بتاعها على مثلا الاي تي ام بتاع مصر. بس نخلي بالنا برضو كل حاجه ليها محاذير. الطريقه ديت طريقه تقريبيه للمناطق الصغيره. يعني لو المشروع بتاعي مثلا 5 كيلو في 5 كيلو، وده اعتقد حاجه كويسه، يعني
يعني ما ينفعش ان انا استخدمها مثلا في مشاريع كبيره، تخطيط مثلا مناطق كبيره. لا، دي طريقه معموله لمنطقه صغيره، طريقه سهله وبسيطه، وانت مش هتعمل اي حاجه. ده السوفت وير هو اللي هيعمل كل حاجه. انت بس بيقول لك روح شوف لي 4 نقط عارف احداثياتهم في المرجع القديم، وروح ارصدهم جي بي اس. هديك انا عناصر التحويل واخزنهم جوه البرنامج. اي نقطه جديده بعد كده هجيب لك احداثياتها على النظام المحلي بتاعك اللي انت عاوزه. الطريقه دي زي ما بقول موجوده في كل البرامج بتاع الجي بي اس، فانت تدور عليها بس هي موجوده فين. يعني لو انت بتشتغل بالتي بي سي بتاع تريمبل، ولا بالال جي او بتاع لايكا، ولا اي برنامج تاني بتاع كل الشركات اللي بتشتغل جي بي اس، هتدور في السوفت وير بس الطريقه دي في انهي حته موجوده في السوفت وير، التفاصيل بتاعتها او الخطوات بتاعتها اسمها ايه. لكن هي موجوده في كل برامج الجي بي اس، وبالتالي ده البديل السهل جدا لموضوع تغيير الاحداثيات. يبقى دي تاني مشكله في مشاكل الجي بي اس. المشكله الثالثه بقى وهي الاسوأ، الجويد او الميزانيه. هل الجي بي اس بديل للميزانيه؟ للاسف وللاسف الشديد جدا ان شباب كتيره قوي بيقولوا جي بي اس اصلا ساتلايت، ده قمر صناعي، ده بيعمل كل حاجه، اعمل ميزانيه ليه؟ بل الاسوأ بعد كده هو ان انا سمعت ان البعض بيعمل، طب لما اجي اعمل ميزانيه هعملها زي بس خط واحد واجيب الجي بي اس واشيك على الشغل بتاعي. طبعا مصيبه من المصايب اللي حاصله في الكام سنه الاخيره. وهنرجع للكلمه اللي احنا بدأنا بيها المحاضره، المساحة علم وليس تكنولوجيا. علم معناه ليه أساس نظري، أساس علمي، وبعد كده أجهزة وخبرة عملية. اتكلمنا قبل كده يعني ايه كلمة جويد، بس هنقولها بسرعة كده يعني عشان تعرف ان اللي انت بتعمله مش مظبوط. جي بي اس ما بيقيس الارتفاع بتاع اي نقطة، بيقيس الارتفاع من اول النقطة اللي انا واقف عليها على سطح الارض لغاية سطح الاليبسويد اللي انا بشتغل بيه، اللي احنا مثلا بنقول الدبليو جي اس 84، وده اللي احنا بنسميه الارتفاع الجيوديسي او سمول اتش. الميزانية لا، الميزانية ما بتعملش كده. اما باجي اعمل ميزانية معناها ان انا بقيس من اول النقطة لغاية سطح الجويد او متوسط سطح البحر، المين سي ليفل. فبالتالي ده اللي انا بقيسه بالميزانيه، او ده اللي انا بحسبه بالميزانيه، اللي هو الكابيتال اتش المنسوب او الارتفاع الارثومتري. لو انت شايف كده ده السمول اتش شايف قد ايه والكابيتال اتش شايف قد ايه، في فرق ما بينهم. الفرق ده اللي احنا بنسميه حيود الجويد او الان. فما ينفعش انك تقول لي هشتغل بالجي بي اس وهلغي الميزانيه، ده كلام مش مظبوط تماما تماما تماما. وعلي يقول لي طب ما البرنامج بيحسب لي المنسوب وبيدهوني اي برنامج جي بي اس. تمام. ليه؟ لان في نماذج جويد عالميه زي مثلا الاي جي ام 2008، والنماذج ديت او الاي جي ام 2008 بالتحديد موجود جوه اي برنامج من برامج الجي بي اس. وبالتالي الجي بي اس بيرصد الاتش لغايه الاليبسويد ويستخدم نموذج الجيود العالمي اللي جواه عشان يحوله ويحسب لك اللي هو بيسميه منسوب. يبقى صحيح الجي بي اس السوفت وير هيديني منسوب النقطة بالحساب. طب بس المنسوب ده دقته قد ايه؟ سألتش نفسك السؤال الاي جي ام 2008 امريكا ساعة ما عملته قالت والله خلوا بالكم ده الدقة بتاعته في حدود زائد او ناقص 25 سنتي 67% من الحالات. يعني الخطأ المتوقع في المنسوب اللي هيطلع عليه ممكن يبقى زائد 25 او ناقص 25، بس ده زي ما بيقولوا الناس بتوع الإحصاء في تلتين الحالات. طب لو 95% من الحالات الرقم ده هيوصل الى 35 سنتي. في 99% بقى من الحالات، يعني في اي حالة انا اقدر اشتغل عليها في اي نقطة اجيبها واجيب المنسوب بتاعها من الاي جي ام 2008، الخطأ بتاعي ممكن يبقى كام؟ يوصل لغاية كام؟ يوصل لغاية نص متر.
بالزائد او بالناقص. وبالتالي لازم تعرف الحته النظري ديت، المنسوب اللي بيطلع لك من الجي بي اس طالع حسابيا مش مرصود، محسوب، والخطأ المتوقع فيه يتراوح ما بين ربع الى نص متر، ومعرفش قيمته قد ايه، انه خطأ يتراوح ما بين الربع والنص متر بالزائد او بالناقص. وانت احكم بقى، هل الخطأ دوت مناسب للمشروع اللي انت بتشتغل فيه؟ يعني يبقى كويس قوي كل الشغل اللي انت بتشتغل فيه الميزانيات بتاعتك هتبقى فيها خطأ ربع متر. لو انت شايف كده خلاص انت حر، اشتغل بجي بي اس واشتغل وهات مناسيب وقول والله انا الخطأ بتاعي في حدود النص متر، بس ده بالنسبة لي كويس. لكن لو انت عاوز الشغل بتاعك او المشروع بتاعك يبقى دقته احسن من كده، اذا ما ينفعش ان انا اشتغل بجي بي اس واجيب منسوب. بكل بساطة قاعدة ما فيهاش فصال. طب اعمل ايه؟ انا برضو عاوز نفس الحكايه، عاوز طريقه كده سهله وشغلانه كده اعملها بسرعه عشان المناسيب بتاعتي تبقى كويسه. نفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها في الخطوه بتاع تحويل الاحداثيات هي برضو موجوده في كل برامج الجي بي اس. بس انت في المره الاولانيه كان بيقول لك مثلا لو انت عندك 4 نقاط هات احداثاتهم في النظام المحلي بتاعك. هنا بيقول لك لا، لو انت عندك 4 نقاط عارف منسوبهم جاي من ارصاد الميزانيه، روح ارصدهم برضو جي بي اس عشان يبقى ال4 نقط دول عارف منسوبهم اللي جاي من الجي بي اس على الاليبسويد، وعارف منسوبهم اللي جاي من الميزانيه سواء انت رصدتهم او عارف منسوبهم من اي مصدر تاني. انا اقدر اعمل لك عناصر تحويل رأسية ما بين النظامين دول، بس برضو جوه المنطقة بتاعتك دي، والمنطقة ما تزيدش اكتر من 5 في 5 كيلو. يبقى كده البرنامج بتاع الجي بي اس هيقدر يحسب لك منسوب. طب المنسوب ده دقته قد ايه؟ في حدود 2-3 سم في المنطقة الصغيرة ديت. يبقى بدل ما كنت بتكلم على ربع متر ولا نص متر خطأ في المناسيب اللي انا هجيبها من الجي بي اس، لا، بالطريقة ديت اقدر اقول ان انا ممكن اوصل لدقة 2-3 سم في المنطقة الصغيرة لا تزيد عن 5 في 5 كيلو، لو انا اتبعت الطريقة ديت اللي موجودة في كل السوفت وير اللي بتشتغل جي بي اس. يبقى ده البديل ان انا اوصل لدقة 2-3 سم. واحد يقول لي طب ما الدقة دي احيانا مش حلوة. لا، انا المشروع بتاعنا عاوز دقة احسن من كده. 2-3 سم دي ممكن تعمل لي مشاكل كبيرة جدا في الحفر والردم ولا شبكة طرق، انا بشتغل طريق ولا بشتغل قواعد لكوبري. 2-3 سم دي مش كويسة. عاوز دقة احسن من كده، يبقى انسى الجي بي اس، لا بديل عن الميزانية. الكلام ده على فكرة مش في مصر بس، لغاية السنة اللي احنا فيها 2021 انا عمري ما شفت اي دولة في العالم قالت ان اقدر استبدل الميزانية بالجي بي اس في الاعمال المساحية اللي عاوزة دقة كبيرة. حتى امريكا مجلات والبحوث والكتب كل اللي بيتكلم في الجي بي اس في تطبيقاته في المساحة يقول لك لو انت عاوز دقة احسن من 2-3 سم في المنسوب، انا بتكلم في المناسيب، لو انت عاوز منسوب بدقة احسن من 2-3 سم ما قدامكش طريقة انك تشتغل بالجي بي اس، روح ارجع اشتغل بالميزانية مرة تانية. يمكن في خلال الكام سنة اللي جايين نكون طورنا الموضوع شوية، لكن لغاية النهاردة احسن دقة اقدر اوصل لها هي 2-3 سم. يبقى خلاصة كلامنا النهاردة او اللقاء بتاعنا النهاردة، المساحة هي علم مكون من اسس نظرية زائد خبرة عملية او تكنولوجيا في الاجهزة، زائد ما ينفعش واحد منهم يلغي التاني، لازم الاتنين مع بعض. فنصيحة لكل ابنائي، لو انت بتشتغل جي بي اس، احنا بنتكلم النهارده على جي بي اس في المساحة بالجي بي اس، لو انت بتشتغل مساحة بالجي بي اس وما تعرفش الاساس النظري لعلم المساحة، فقدامك بديل من 2.
يا تلحق نفسك من دلوقتي وتروح تتعلم البديل الاساس النظري دوت، وبالتالي تقدر تطور من نفسك مع الوقت عشان تجمع ما بين الاتنين، الاساس النظري والخبرة العملية، ما قدامكش غيره. مش هتعمل كده، هتشتغل وتغلط، تترفد من شركة، تروح شركة تانية، هتترفد تاني انك بتعمل غلط. فمن دلوقتي لو انت مش هتتعلم الاساس النظري بتاع المساحة، ابحث لك عن مهنة اخرى قبل فوات الاوان. ما عنديش اي نصيحة اكتر من كده. يا تتعلم اساس علم المساحة، الجزء النظري بتاع علم المساحة قبل ما تمد ايدك على اجهزة وتعرف كل جهاز بيعمل ايه وبناء على ايه، وايه النظرية اللي وراه، وامتى استخدم الطريقة دي وامتى ما استخدمهاش، وايه التقنية الجديدة. كل ده الاساس النظري للمساحة. يا تتعلمه من دلوقتي، يا تروح تدور على شغلانة تانية. ودي اخر حاجة هنقولها النهاردة. أرجو ألا تنسونا من دعائكم بظهر الغيب أن يغفر الله لي ولوالدي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.